عليكم ورحمه الله وبركاته. عامله كوتش مصر النهارده حلقه جديده، وهي حلقه لا تعايرني ولا عايرك. انت تعادلت 1-1 ولا تعادلت 1-1. انت لعبت شوط وحش وانا لعبت شوط وحش، وانت لعبت شوط حلو وانا لعبت شوط حلو، وانت اللي جاب فيك الجول واحد من قطاع الناشئين عندك وانا اللي جاب فيها الجول واحد من قطاع الناشئين عندك، وانت جبت كوره في العارضه في الماتش وانا جبت كوره في العارضه في الماتش. فيا باشا ولا تعايرني ولا عايرك، وبالمستوى ده هنقعد نعاير بعض احنا الاثنين، وفي الاخر هنلاقي نفسنا في الثالث والرابع، واللي بياخد الدوري بيراميدز وثانوي كليوباترا. فلازم نشد حيلنا كده وايدينا في بعض من غير تعصب ولا اي حاجه، عشان نشوف البلوه اللي انا وانت واقعين فيها والمستوى المزري اللي الفرقتين بيقدموه. كان الاهلي قدام بتروجيت او الزمالك قدام فريق البنك الاهلي. فعشان ما اطولش عليك في المقدمات ومن غير رغي كتير قبل ما نخش في الحلقه، قبل ما نبدا ما تنساش تقول لي رايك في الشكل الجديد، ولو عندك اي نصائح حابب تقدمها لنا اكتبها لي في الكومنتات، وتعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناه عشان توصلك جدا اول باول ان شاء الله. وتعالى نحكي على البلوتين اللي معانا النهارده. انا حاسس ان الماتشين كانوا حرفيا كوبي بيست بالظبط، اذا كان ماتش الاهلي وبتروجيت او حتى ماتش الزمالك والبنك الاهلي، الاثنين هم بالظبط. لو جينا نتكلم عن ماتش الاهلي وبتروجيت ونتكلم على الشوط الاول تحديدا، فالشوط الاول بالنسبه للنادي الاهلي كان عباره عن حاجه واحده بس، هي الميس باص. كل لاعب بالنسبه للنادي الاهلي من اول محمد الشناوي لحد راس الحربه الفتاك الفرنساوي طاهر محمد طاهر، وسوق الاهلي ما وقفش عند الميس باص وبس. لا، ده في الدقيقه 11 محمد هاني بيعمل فاول ساذج ملوش اي 30 لازمه مع مصطفى البدري، يخش هادي رياض يرفعها، يطلع حامد حمدان من وسط الاثنين، المهاجم الفرنساوي طاهر محمد طاهر واللاعب الرجوله والقلب والشهامه والجدعنه ياسر ابراهيم يطلع من وسطهم ويحط الكره في الجون. طب وتسالني محمد الشناوي كان فين؟ اقول لك كابتن محمد الشناوي كان جاي من وراهم عشان كان يتاكد لو الكره طلعت بره يعمل ضربه جزاء مع حامد حمدان. وجبهه محمد هاني دي اللي كل حلقه بحكي لك عنها، كل جوان النادي الاهلي حرفيا اللي لبسها الموسم ده من جبهه محمد هاني، اذا كان بالتغطيه العكسيه اللي هو اصلا بيبقى راجع بيتمشى وساب الجبهه بتاعته مفتوحه، او حتى بالفولات الساذجه اللي بيعملها، او حتى كمان بالميس باص اللي هو بيعمله. فجبهه محمد هاني دي هي اكتر جبهه النادي الاهلي لبس منها جوان الموسم ده. ومن بعد الجون اللي جه بتروجيت في الدقيقه 11، اول زياره للنادي الاهلي لمرمى عمر صلاح كانت في الدقيقه 38 بعد تسديده محمود حسن تريزيجيه جت جنب العارضه بتاعت عمر صلاح، وكانت دي اول تسديده للاهلي على مرمى بتروجيت. لحد ما بعدها ب6 دقائق نفس اللاعب تاني تريزيجيه بيستلم كره ولا احلى ويحط فيها وش رجله، تخبط في مدافع بتروجيت وتخبط في العارضه، وتضيع فرصه التعادل بالنسبه للنادي الاهلي في المباراه. في الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضايع بقى في الدقيقه 47 تحديدا، عايز اقف عند الكره دي. كابتن محمد هاني بيعمل تاكلينج ولا اروع ولا احلى، بيفكرنا بالتاكلينج اللي عمله في ماتش بالميراس اللي لبس الاهلي جون، بس المره دي رشاد المتولي كان رحيم بمحمد هاني وحط الكره بره. اتفرج على ازاي باك يمين بيلعب في النادي الاهلي قرر يعمل تاكلينج بالمنظر ده ويسيب الكره تروح هجمه على فريقه بدل ما يضغط ويزاحم مع المدافع. ويخلص الشوط الاول بنتيجه 1-0 للبتروجيت، وزي ما قلنا النادي الاهلي ما جاي. لو رجعنا حتى نتكلم على الشوط الاول في ماتش البنك الاهلي والزمالك، فهو تحسه نسخه بالكربون من ماتش الاهلي وبتروجيت. الشوط اللي كان في اول 25 منه ما لهمش طعم ما لهمش ريحه، ميس باص من الفريقين، ما فيش اي حاجه بتحصل من الفريقين لحد لقطه الدقيقه 25 لما يقرر اسامه فيصل يستلم كوره على الجبهه اليمين جبهه عمر جابر، ويخش بقى جوه منطقه الجزاء، يخش عليه محمد اسماعيل ويعمل معاه ضربه جزاء، ويخش اللاعب نفسه اسامه فيصل في الدقيقه 30 ويسجل ضربه جزاء بعد تنفيذ ولا احلى خدع بيها محمد صبحي، ويبقى هدف التقدم بالنسبه للبنك الاهلي في المباراه. وكلنا قلنا بس احنا عارفين السيناريو بتاع الماتش خلاص، المفروض كان الزمالك اللي بيجيب جون ويرجع يدافع، فاحنا عارفين البنك الاهلي جاب جون هيرجع يدافع ويسيب الكوره للزمالك، ويجي الرد السريع من الزمالك لاول مره اشوفها من كابتن يانيك فيريرا، اللي يجي الرد السريع على طول بعد الكولينج بريك لحد ما تيجي كوره ناصر ماهر في الدقيقه 31 يعدي بيها من باك الشمال ويعملها بالعرض، تلامه في منطقه الجزاء ولا احلى من اخوان بزيره، وفينش كان عايز يحطها بالرجل البلعوطي بس تخبط فيه، ترجع ثاني اللي جاي من ورا شيكو بانزا اللي بيحط بدماغه بس يصدها الحارس ثاني، تروح لاخوان بزيره اللي بيشوطها اي حاجه تخبط في محمود عماد اللي واقف بره والدنيا خالص، تنزل الكوره ثاني لشيكو بانزا اللي بيحطها في الجون، ويبقى هدف التعادل بالنسبه لنادي الزمالك. طيب الزمالك جاب جون عمل حاجه بعديها؟ لا مفيش اي حاجه، رجع ثاني الميس باص ورجع ثاني كل حاجه تمام عادي جدا، ويخلص الشوط الاول بنتيجه 1-1. فاحنا كده عندنا الاهلي عمل شوط اول وحش زي الزفت، وعندنا الناحيه الثانيه نادي الزمالك عمل شوط اول يعتبر كويس وجميل، وهو اللي كان ماسك الكوره وهو اللي كان مستحوذ. طب بالنسبه للشوط الثاني للفريقين بقى تعال نتكلم عليه شويه. النادي الاهلي اللي لعب الشوط الاول ده حاجه، والنادي الاهلي اللي نزل الشوط الثاني ده فريق ثاني خالص. تقول لي ايه اللي اتغير؟ اقول لك طاهر محمد طاهر، شلت طاهر محمد طاهر وحطيت راس حربه، جات لك اول كوره في الدقيقه 60 عرضيه من محمد هاني، محمد علي برمضان طار عليها لعبها لجروديشار اللي واقف متمركز صح، حطها بدماغه ويحط يا باشا الجون الاول، ويبقى هو ده في التعادل بالنسبه للنادي الاهلي. بس ما قبل الجون احنا كنا شايفين النادي الاهلي كان ماسك كوره وكان مستحوذ والميس باص كان قل، وكمان كان بيروح بكذا كوره خطيره على مرمى بتروجيت. فالنادي الاهلي زي ما قلت لك اللي دخل في الشوط الاول غير اللي طلع في الشوط الثاني، وفي الدقيقه 60 زي ما اتكلمنا جروديشار قدر يسجل الهدف الاول بالنسبه للنادي الاهلي. الدقيقه 72 نفس اللعبه اللي اتعملت 3-4 مرات الموسم ده، اوفر من احمد السيد زيزو، طير عليها ياسين مرعي ويحطها في الجون، بس عمر صلاح برده فعل
اجمل ولا احلى ويشيلها من قلب الجون وينقذ فرصه التقدم بالنسبه للنادي الاهلي. اهو كل اللي فات ده كله كوم، ولقطه الدقيقه 93 دي اللي لازم نقف عندها ونتكلم عليها. الكره اتلعبت طويله لجراديشار، خدها وراح انفراد وعدى عمر صلاح بس ما رضيش يشوط، قعد يلم في عمر صلاح يلم في عمر صلاح وبصاها لمحمد مجدي قفشه، الراجل المفروض جاي وعارف هو واقف فين وشايف الدنيا كلها والجون قدامه فاضي. بس انا عايز اقف على اللقطه دي دقيقتين 3 4 5. محمد مجدي قفشه الكره جات له، المفروض ده لاعب بيلعب في النادي الاهلي، لاعب بياخد فلوس قد كده، لاعب اصلا بيلعب نص ملعب، يعني قالب بيه كوره وانا الكوره جايه لي انا عامل سكان وعارف الكوره انا هطلعها من رجلي رايحه فين، طرف الجون ولا هرفعها على دماغ حد. بس اللي يحصل ان الكوره جايه لمحمد مجدي قفشه، محمد مجدي قفشه باصص في الارض اصلا، الكوره جات له وهو عينه في الارض، قرر يحط فيها بطن رجله الشمال اي حاجه ولا منها راحت في الجون اللي كان فاضي. وحتى لعيبه بتروجيت ما كانتش واقفه جوه الجون، كانت واقفه قدام على خط السته، ولا راحت لواحد من الثلاثه اللي كانوا جوه منطقه الجزاء بالنسبه للنادي الاهلي. الحصيله في الاخر ان الكوره طلعت رمي التماس وتضيع فرصه التقدم بالنسبه للنادي الاهلي وفرصه الفوز بالثلاث نقط وتصدر جدول الدوري بسبب قرار او كسل تسميه زي ما تقول من لاعب قرر اللي هو ما يعملش الف ب بتاع الكوره ويضيع الكوره من هنا وينهي الحكم الماتش من هنا ويخلص الماتش بالتعادل 1-1 بالنسبه للاهلي وبتروجيت. هتقول لي تعادل عادل ولا لا؟ هقول لك نادي الاهلي الشوط الاول زي ما اتكلمنا ما جاش، بس الشوط الثاني عمل شوط عالمي، كان يستحق انه يكسب، اكيد كان يستحق انه يكسب، بس زي ما قلنا لك غلطه من فرد واحد ما عملش شغلته ضيع مجهود الفرقه كلها عشان الدنيا كلها القفشه. الاهلي ضيع كتير، الكوره دي هي اللي هتتبروز في الاخر. طيب سريعا كده تعالى نخش في فقره السلبيات والايجابيات بالنسبه لماتش الاهلي وبتروجيت ونتكلم على كام واحد كده بسرعه. فقره السلبيات والايجابيات دي هنمسك كل لاعب كده بسرعه ايه نشوف هو عمل ايه في الماتش. اول واحد معانا في فقره السلبيات هيكون كابتن محمد الشناوي. الراجل ده لو الاهلي عايز يرجع ينافس على البطولات، لو عايز ياخد الدوري، لو عايز ياخد افريقيا، لو عايز يعمل اي حاجه، لازم اول قرار ياخده المدرب الجديد بالنسبه للنادي الاهلي هو محمد الشناوي، ما يقفش جون تاني بالنسبه للنادي الاهلي. هتقول لي ده اشتراني، هتقول لي ده عمل، ده سوى، ده باع، ده عمل ايه يا باشا؟ الكلام ده كله خلاص راحت عليك. علي معلول اشتراك وعمل كل ده وفي الاخر لما مصلحتك كانت على اهم من مصلحه علي معلول مشيته. وعمرو السوليه نفس الكلام. فمش معنى ده الوحيد اللي انت ماسك له في اللي هو اشتراني وانت اللي قايل لك على الدكه بره احسن منه بمراحل. والراجل ده لو لعب وخد فرصته مصطفى شوبير هيخاين ان النادي الاهلي في حته ثانيه وفي حته ثالثه. بس انا ما اعرفش لحد دلوقتي النادي الاهلي لسه معتمد على محمد الشناوي. اهي غلطه في ماتش، اهي غلطه واحده في ماتش كلفتك انك تخسر النقطتين، ده غير الغلطات اللي كانت قبل كده. شوف كام نقطه انت بتخسرها بسبب محمد الشناوي. حتى لو خدت الدوري في الاخر مش ده المهم، انت في ماتشات ما بتعرفش تعوضها، كاس عالم انديه، دوري ابطال افريقيا، مش كل حاجه الدوري وبس. اما بالنسبه لايجابيات النادي الاهلي فانا بصراحه ما شفتش اي ايجابيه في الماتش بالنسبه للنادي الاهلي. ممكن زيزو هو الوحيد اللي كان بيحاول، محمد علي بن رمضان، جراديشار لما نزل، غير كده النادي الاهلي كان عامل ماتش زي ما اتكلمنا مش احسن حاجه. خلصنا بقى ماتش الاهلي خالص، تعالى بقى نخش على الشوط الثاني بالنسبه لنادي الزمالك. الشوط الثاني بالنسبه لنادي الزمالك اللي نزل بنفس ما لها الشوط الاول بالظبط، نازل ضاغط ومستحوذ ومعاه الكوره وكان عايز يجيب الجون الثاني. وكانت اخطر كوره الزمالك في الشوط الثاني تقريبا كانت الكوره معموله عرضيه تروح الكوره لاخوان بيزيرا اللي بيحطها بدماغه ولا احسن تخبط في العارضه وتضيع فرصه التقدم بالنسبه لنادي الزمالك. كانت في الدقيقه 56 ومن الدقيقه 56 لحد الدقيقه 84 احنا بنتكلم في 28 دقيقه نادي الزمالك معاه الكوره والبنك الاهلي معاه الكوره مستحوذين استحواذ سلبي مفيش فعاليه على الجون خالص لحد دلوقتي الدقيقه 84 لما عبد الحميد معالي بيستلم كوره طلع سيف الدين الجزيري على الوينج اليمين بيعمل بالعرض اللي جاي عمرو ناصر اللي بيحط فيها بطن رجله حك في العارضه الشمال بالنسبه للبلعوطي وتضيع فرصه قتل المباراه بالنسبه لنادي الزمالك. ومن بعد ما الكوره دي ضاعت انا قلت نادي الزمالك مش هيجيب جون وهتخلص المباراه 1-1. فعلا ده اللي يحصل، انتهى المباراه بالتعادل 1-1. ولا تعايرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك ونزلنا احنا الاثنين والدنيا راحه بتاعي خالص. لو جاي بقى نتكلم عن فتره السلبيات والايجابيات بالنسبه لنادي الزمالك انا هاخد 3 هنا و3 هنا. بالنسبه للثلاثه اللي يبقى في السلبيات اولهم هو شيكو بنزا. الراجل ده انا مش فاهم دماغه فيها ايه. الواد بيستلم الكوره مروش عايز يعدي وعايز يلم، مع ان جات له كوره في اول 5 دقائق في الماتش لبس الواد كوبري عالمي بعد كده عمل الكوره اي حاجه. فالراجل ده نفسي اشوف الماتش ده ما بين مصطفى شلبي وما بين شيكو بنزا، الاثنين دول لو لعبوا ماتش 1 على 1 الاثنين هيخسروا. فانا مش فاهم شيكو بنزا ده جاي بياخد بالدولار على ايه؟ انا مش فاهم. راجل مستواه غايه في السوق، راجل ما تفهمش قراراته كلها غريبه، مسبس بتاعه كتير قوي ما بعرفش حتى الواحد على واحد اللي كان بيعرف يعملها ما بقاش يعملها. فانا ما اعرفش الراجل ده مصيره ايه في يناير. بس الراجل ده وبجداره يستحق المركز الاول في السلبيات بالنسبه لنادي الزمالك. بصراحه الاثنين الباقيين هم عمر جابر وعداد دباك، بس انا مش هقصي عليهم لان احنا عمر جابر عارفين اللي فيها. الراجل زي ده خلاص كبر، خلاص لازم نشوف باك يمين تاني، لانك انت اصلا بعمر جابر ده انت مموت الناحيه الثانيه. اخوان بزيرا الراجل اللي المفروض عايز باك معاه يفتح له على الخط ويضم لجوه ويلعبوا كوره، امال عمر جابر بيستلم يديله الكوره وده واقف جنبه يقول له هتعمل ايه يا بزيرا؟ هتجريني ولا هعمل ايه؟ انا مش قادر والله. فبزيرا كان ياخد الكوره يقعد يلم وبتاع يرجعها تاني ورا. فعمر جابر خلاص كده يا باشا وقت خلص بالنسبه لنادي الزمالك. اما بالنسبه لعداد الدباغ لسه راجع من الاصابه والكلام ده كله، هو تحركاته حلوه والكلام ده كله، بس انا عايز جوان. شغل التحركات وشغل جراديشار وبينزل يستلم كده، انا عايز جوان. انت بتضيع انفرادات كتيره واحنا ما بيجيناش اصلا انفرادات كتيره، فانت اصلا الانفراد الوحيد اللي بيجي لك انت بتضيعه. بس احنا عايزين جوان مش عايزين استلامات وكل الكلام ده. اما بالنسبه لفقره الايجابيات فانا احط فيها 3 لعيبه اولهم اكيد انت عارفه وانا عارفه ومصر كلها
الفعل هو خوان بيزيرا. انا عايزك بس تتخيل معايا كده، راجل عنده 22 سنه، جاي من اوكرانيا، اصله برازيلي، جاي يلعب في فريق زي جاي يلعب في فريق نادي الزمالك اللي كان لسه ماشي من عنده اهم وينج في مصر في اخر 6 سنين، احمد السيد زيزو، اللي راح الفريق المنافس النادي الاهلي. ومش بس كده، اعتزل من عنده اسطورته التاريخيه محمود عبد الرازق شيكابالا، والراجل ده في اول 11 ماتش بس يبقى هو نجم نادي الزمالك بدون منازع. الراجل ده هو الماكينه اللي بتحرك نادي الزمالك، كوره في رجله معناها في خطوره لنادي الزمالك. ارقامه مش اعلى حاجه، ارقامه مش كل حاجه، بس الراجل ده هو اللي بيعمل التمريره اللي بتيجي قبل الجون. لو جينا نبص على الجون اللي جه النهارده بتاع شيكو بنزا، الاستلامه بتاعته اللي قعدنا نتكلم عليها في الحلقه، استلامه جابت اصابه اللاعب، استلامه فتحت كل حاجه بالنسبه لنادي الزمالك وخلت الكوره تنزل شيكو بنزا ويجيب الجون. كذا كوره بيستلم ويشوط، كذا كوره بيستلم ويلعب الطوليه. فالراجل ده محتاج بس باك يمين يشغله زي ما احنا اتكلمنا، واحد في نص الملعب يشغله، هينقل نادي الزمالك في حته ثانيه. اما ثاني واحد لازم نتكلم عليه اكيد جده عبد الله السعيد، راجل بيلعب بروح، ولا لاعب عنده 20 سنه، التحامات بدنيه موجوده، تسليم واستلام موجود، كور طوليه، بينزل يبني لعب من تحت، كل حاجه بيعملها عبد الله السعيد في نادي الزمالك. هو القلب النابض بالنسبه لنادي الزمالك. فعبد الله السعيد يلعب جنبه محمد شحاته، تحتيهم احمد ربيع، هنشوف نص ملعب بالنسبه لنادي الزمالك لا يوم. اما بالنسبه لثالث واحد هيكون محمد اسماعيل مدافع نادي الزمالك. الراجل ده خروج بالكوره شغال، التحامات بدنيه شغال، مهاره شغال، كور طوليه شغال، كور عاليه شغال. فالراجل ده يعتبر بعد خوان بيزيرا هو احسن صفقه نادي الزمالك عملها. عمل ضربه جزاء النهارده، بس ده برده ما يقللش من الحجم اللي هو بيقدمه في الملعب. محمد اسماعيل واحد من اهم لعيبه نادي الزمالك، حتى حسام عبد المجيد لو مشي فانت مش هتبقى خايف، لان انت عندك واحد زي محمد اسماعيل خلاص ثبت مكانه ال5 سنين الجايين، هو المدافع الاساسي لنادي الزمالك. وان شاء الله لو عندنا مدرب بيفهم شويه هيبقى المدافع الاساسي بالنسبه للمنتخب. فانا كده خلاص كل اللي عندي. يا ريت لو عجبك الفورمات الجديده اللي احنا هنعمل مزيج ما بين الماتشين الاهلي والزمالك، قول لي رايك في الكومنتات، نكمل كده وهنتكلم على ده لوحده وده لوحده عشان ما تتوهش مني. فدي كانت نهايه حلقتنا. لو عجبتك الحلقه لايك شير سبسكرايب في القناه، جدا اول باول ان شاء الله. وما تنساش تقول لي رايك وتصلي على النبي. السلام عليكم.